بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة بناقصات عقل ودين، ودي مش حاجة من نقيصة من المرأة، دي خصائص ليها تعبر عن وظيفتها. ناقصات عقل لأن هي عاطفية، وممكن من تعاطفها مع حد إنها ممكن تكذب الجوارح بتاعتها أو تكذب عينيها وتصدق قلبها. وده عشان كده لازم في الشهود ما تنفعش امرأة واحدة او امرأتين، لا، لازم امرأتين مش امرأة واحدة، ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى. يعني لو واحدة ضلت وما قالتش الحقيقة وعاطفها غلبتها، التانية بتذكرها. وده مش نقيصة زي ما قلنا، لان هي عواطف المرأة جياشة، وده مناسب لدورها في الامومة. اما بالنسبة لي الناقصات دي هي في فترة النفاس والحيض ما بتقدرش انها تصوم او تصلي. لكن يا جماعة ما حدش ينتقص وياخد المقولة دي كنقص الانتقاص من المرأة في الإسلام، لأن المرأة معززة مكرمة جدا في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.